التجريبي العادي ماشي، على اساس ان هي متحوله فيوتشر. بعد ما قدمنا واولادنا قبلوا في المدرسه دي، قالوا ده وقفوا قرار التحويل، والمدرسه بقت نصها تجريبي ونصها تجريبي عادي وتجريبي فيوتشر. خلاص، وقالوا الوضع ده هيفضل سنه بس لحين بنى مدرسه جديده. الوضع ده من 2011 والسنه دي 2015 ومفيش اي مدرسه جديده اتبنت برغم كل الوعود اللي احنا خدناها. اول حاجه بعد سنتين بالظبط ولادنا اللي كانوا في كي جي 1 وكي جي 2 طلعوا اولى ابتدائي، ما كانش لهم فصول في المدرسه. المدرسه وفرت، خدنا من المدرسه دي فصول الانشطه اللي هي معامل العلوم ومعامل التطوير واوض حجرات الموسيقى، حجرات المجال الصناعي، حجرات التربيه الفنيه. كل ده خدناه من المدرسه ديت، عملناه فصول لاولادنا عشان يلاقوا مكان يقعدوا فيه. جينا وزاره التربيه والتعليم 2013 2014 قابلنا الدكتور محمود ابو النصر، امر بالامر العاجل بتخصيص قطعه ارض لاولاد مدرسه محمد انور السادات التجريبيه المميزه ماشي، باسناد مهمه بنائها للقوات المسلحه ماشي، على ان تتسلم في العام الدراسي اللي هو 2014 2015. ووصلنا اللي هو رئيس هيئه الابنيه الرئيسيه اللي هو كان ساعتها اللي هو محمد فهمي، ما اعرفش هو موجود دلوقتي ولا لا. رحنا له فعلا انا ومجموعه من اولياء الامور، قال خلاص انتوا الموضوع وصلني والوزير مأشر على الارض وكل حاجه، وانتوا اوريدي كده مش هتستنوا ميعاد الطرح اللي هو بيبقى من 4 ل 6 شهور، لان انتوا حاله طارئه او حاله عاجله، فهنسند بالامر المباشر للقوات المسلحه. ماشي. كل ما بنتصل بالتليفون اخبار القطعه هتتبني امتى، كل شويه يدونا ميعاد ويغيروا في الميعاد ده، غير بقى ان هم زائد كده غيروا في قطع الارض. يعني الاول قالوا قطعه 8 وبعد كده قالوا قطعه 10، دلوقتي بيقولوا قطعه 3 ولحد دلوقتي ما فيش اي حاجه. اخر كان اتصال تليفوني بيني وبين اللي هو الباشمهندس ايهاب اللي هو رئيس هيئه الابنيه الفرعيه في الويلي تبع الويلي، قال لي ده البنى هيتم بعد رمضان مباشره، هتلاقي ناس موجوده في الارض بتبني، واحنا خلاص خصصنا لكم فعلا قطعه 3. قلت له ماشي، بعد رمضان حضرتك اتصل بيه تليفونيا 5 6 مرات في اليوم ما بيردش، ابعت له على الواتس ما بيردش. المهم مدير الاداره اللي احنا فيها اللي هي اداره السلام جه دلوقتي فكر في حل المشكله، ان هو يوفر لنا مدرسه ثانيه ماشي، ان احنا نروح مدرسه ثانيه تستوعبنا السنه دي سنه كمان لحد المدرسه بناها ما يتم. بعد كده خد كل الموافقات على المدرسه دي، كل الموافقات من الجهات الرسميه، يعني من مجلس الامناء، من مجلس امناء الاداره، من المديريه، من كل الجهات خد الموافقه ان احنا نتنقل المدرسه دي. حضرتك احنا اولادنا دلوقتي في الشارع، يعني ما لهمش مكان في بلدهم، ما لهمش مكان ان هم يتعلموا، ولو دخلوا المدرسه دي مهددين، يعني احنا اولادنا مهددين ان هم يتضربوا ومعرضين ان هم يتقتلوا كمان. يتذبحوا في مدرسه عمر بن الخطاب. انا اقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، يعني المدرسه اللي هم فيها تم عملوا لهم اخلاء طرف، يعني اولادنا دلوقتي في الشارع. بعد كده الاداره حولتهم على مدرسه اسمها مدرسه عمر بن الخطاب. اهالي الطلبه اللي هم في المدرسه دي توعدونا ان هم يقتلوا اولادنا. بالنسبه للوزاره او لاي جهه ثانيه مسؤوله، عشان احنا طرقنا كل ابواب الجهات المسؤوله الثانيه، هم مستنيين اي طفل من دول لا قدر الله يحصل له مصيبه، عشان ساعتها كل واحد اللي فوق هيقيل اللي تحت، وفي الاخر مش هنستفيد اي حاجه غير الطفل هو اللي مات، وساعتها هي اولياء الامور هي اللي هتقعد بحسرتها. انما الوزراء واللي قاعدين في التكييفات قاعدين زي ما هم بشوات، كبرهم قوي هيقيلوا وزير التربيه والتعليم فيها، انما هم مستنيين لما تحصل كارثه ومصيبه عشان البلد دي تتحرك. عايز اقول لحضرتك ان ما ينفعش الكلام ده يتقال ولا يحصل في مصر بعد ثورتين. لما انا اقول عايز مدرسه لابني او عايز مكان لابني بعد ثورتين، يبقى احنا مش في بلد. في القاهره كمان ما ينفعش ان انا اوصل ان انا الجا لرئيس الوزراء. احنا شايفين المهندس محلب شغال، الرئيس سيسي شغال، لكن لو هيفضل كده هم اللي شغالين بس واللي تحتيهم مش شغالين وما بيتحاسبوش، هنفضل زي ما احنا ومش هنتحرك. المدرسه مش لاقي مكان لابني في مدرسه وانا عامل ثورتين ازاي؟ وازاي انا اروح لمدير اداره وبعدين مدير ابنيه تعليميه وبعدين وزاره التربيه والتعليم وبعدين ما حدش يحل لي، وفي الاخر اروح لرئيس مجلس الوزراء الله يكون في عونه. احنا مش شغال بس اروح له ومش عارف اقابله وانا ليه الجا ليه؟ ما كفايه اللي عنده. انا الناس اللي تحت ديت هتتحاسب امتى؟ ولو كل مشكله هتفضل كده هيفضل نقول لا ده الرئيس السيسي لازم يتدخل، لا رئيس المهندس محلب لازم يتدخل، ومفيش حاجه والمشاكل كده يعني مفيش حاجه بتتحل. طب صوتنا يوصل ازاي؟ يعني احنا حتى ما جينا ما عرفناش نوصل لرئيس مجلس الوزراء وهو معذور، لكن انا اللي تحتيه ده ليه يوصلني لكده؟ ليه ما يحلش؟ مش قادر يحل، ما يعرض هو المشكله.